اشتريت كيلو لبن بالليل ونمت ونسيته على الرخامة، صحيت طبعا الصبح لقيته رايب بالشكل ده. وبعد ما قعدت اندب شوية زي اي ست مصرية اللبن بيروب منها، واقول ازاي انسى اللبن وما احطوش في الفريزر، جات لي بقى فكرة تحفة. قلت بس هو ده، انا بقى هفطرهم وعشيهم باللبن الرايب ده. وجبت مصفى على طول وابتديت اصفي اللبن. انا عايزة افصل الشرش عن اللبن الرايب، عايزة اصفيه من اي مية زيادة. وعلى فكرة لو راب منك لبن بالشكل ده من قبل ما تغليه، تقدروا تاكلوه من المعلقه كده، بيبقى تحفه واحلى لبن رايب. انا بقى عندي محدش هياكله، فجات لي الفكره التحفه دي بجد، نفعتني جدا وجات لي كده على الطبطاب. على طول كده صفيته، جبت بوله كبيره وخدت مصل اللبن وابتديت احطه حوالي كده كوبايه كبيره من اللبن الرايب. نزلت عليها بتلات ارباع كوبايه من السكر، كوبايه من الدقيق، وكمان معلقه ونص من الخميره الفوريه. وبصي نوع الخميره التركيه اللي انا بجيبها دي، وريتك اسمها تقريبا كده، اسمها بيكامايا. حلوة قوي، بجيبها من فتح الله، سريعة التخمر، ما بتحتاجش وقت كتير عشان العجين يخمر معاكي. استني بس، مش هقول عجين، لا لا، ما تفتنيش يا ام ريانه وتقولي انا هعمل ايه. وما فيش نص ساعه حطيتها تخمر وكانت ما شاء الله تحفه. طبعا العجينه بتحتاج كده مكان دافي عشان تخمر، اوعي تشغلي الفرن وتسيبيها فيها. دفيه بس كده وبعدين اقفلي وسيبيها تخمر. ما شاء الله، شايفه خمرت معايا ازاي. نزلت عليها على طول ببيضه ونص كوبايه من الزيت، وكمان معايا كيس من اللبن البودر وكيسين من الفانيليا. انا هستخدم العجان لان الصراحه عامله في ايدي عمليه، اسالكم الدعاء بالشفاء. فالموضوع سهل جدا بايدك او باستخدام العجان لو عندك، وهتبتدي تعجني الخليط اللي انا بعمله ده. دلوقتي بقى معايا ايه، كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام. واحده واحده كده هنفتن وهنقول احنا هنعمل ايه. الكاكاو الخام لازم يبقى كاكاو خام ممتاز اسباني. انا بحب استخدم كاكاو خام دريم، الصراحه حلو قوي. دلوقتي بقى معايا الدقيق، وهبتدي اشغل العجان على سرعة عالية، وانزل كمان بكيس من البيكنج باودر، وهنزل بالدقيق كوباية كوباية. انا استخدمت قد ايه دقيق، حوالي كده 800 جرام. 800 جرام من الدقيق لغاية اما العجينة بتاعتك تلم بالشكل ده. انا عايزة العجينة تبقى ملزقة ما تبقاش يابسة. وبعد ما اتعجنت فترة كافية، هنزل بمعلقتين كبار من السمنة البلدي او الزبدة اللي عندك. انا ما كانش عندي زبدة فاستخدمت سمنة بلدي. وهبتدي الف العجينه في اخر مرحله بالماده الدهنيه. وعايزه اقول لك حركه انك تضيفي الزبده والسمنه في الاخر خالص بعد فتره كافيه من العجينه، هتديكي عجينه هشه تماما كده، يعني احلى 100 مره من العجينه اليابانيه. بصي ما شاء الله، العجينه ما زالت ملزقه بتمط معايا، وده يرجع كمان لكتره العجن. لازم تعجني فيها فتره كافيه، مش اقل كده من نص ساعه. شايفه مطاطيه، بتلزق شويه مش يابسه، وهو ده اللي انا عايزاه. عشان هتعملي ايه يا ام ريانه؟ هعمل اجمل فطاير بالشوكولاته او خليه نحل بالشوكولاته. وغالبا 800 جرام من الدقيق يعني حوالي 6 اكواب من المج العادي بتاع الشاي. دلوقتي بقى هدهن وش العجينه كده دهنه من الزيت عشان ما يقشرش معايا، وهغطيه واسيبه يخمر مره تانية. اتفرجي بقى، اللهم بارك، برضو حطاه في فرن دافي. شايفين اللهم بارك؟ شوية عجينة يا جماعة، حاجة زي العسل. هتشوفي في نهاية الفيديو العجينة قد ايه هشة ومورقة، حاجة تحفة. عايزة اقولك طبعا اضافة اللبن الرايب، العجينة نفسها مسكرة، انا حاطة فيها كوباية الا ربع من السكر. كمان هحشيها بالشوكولاتة، خاصة كده ان انا عندي 5 بنات والخمسة كده بيموتوا في الشوكولاتة. فاحنا اساسي عندنا كده كل شهر علبة كاكاو خام، علبة كبيرة من الشوكولاتة، عشان طبعا نرضي البنات، ربنا يحفظ كل أولادنا أجمعين. دلوقتي بقى بقطع العجينة كده الكور، شايفة طريقة التقطيع؟ بتلف فيها كورة كده بين إيديكي وبتويميها، يعني كل الكور تبقى نفس الحجم. مفيش أجمل من كده فطار، أجمل من كده عشاء تعمليه لولادك وتستغلي اللبن الرايب اللي عندك. وهقولك مرة تانية، عايزة العجينة بتاعتك تبقى ناعمة ومطاطية بالشكل ده، يبقى استمري في العجن حتى بعد إضافة الزبدة أو السمنة في الآخر. استمري في العجن، هتحسي إنها ملزقة شوية، لكن مع استمرار العجن هتلم معاكي وتبقى ناعمة بالشكل ده. دلوقتي بقى جبت الصينية ودهنتها سمنة، وكمان بطنتها بالكاكاو الخام. ولما تيجي تعملي قرص أو فطاير بالكاكاو الخام كده، لازم تبطني الصينية بالكاكاو الخام أحسن ما تبطنيها بالدقيق العادي، بتبقى مجيرة كده من تحت الفطاير وشكلها مش حلو. نيجي بقى للحشوة اللي هحطها، وهي الشوكولاتة القابلة للدهن. النوع ده مصري وحلو قوي، وأرخص طبعا من النوتيلا، اسمه ماكس تيلا، موتوبيلا، كل الأنواع دي كويسة. وانا جبت بقى علبة صغيرة عشان انا مفترية الصراحة في الشوكولاتة، فبحدد لنفسي يعني كفاية على الصينية علبة واحدة من الشوكولاتة. والعلبة دي مش غالية، هي كده سعرها حوالي 20 جنيه. حطيتها في كيس، حتى اكياس الحلواني كانت خلصت من عندي، وفتحت الكيس من تحت عشان يبقى سهل على طول احط فيه الفطاير.
شايفين اللهم بارك القرصة عاملة معايا ازاي؟ تحفة. احط كده شوية من الشوكولاتة القابلة للدهن وبقفل على طول والمها كويس من تحت، عشان طبعا ايه الشوكولاتة ما تفتحش وتبهدل الدنيا في الصينية وتحروق. لازم تقفلي عليها كويس من جميع الاطراف وتتأكدي كده كويس ان ما فيهاش اي فتحة من اي ناحية، يعني قفلي عليها كويس. عايزة اقولك بقى بالنسبة للشوكولاتة القابلة للدهن دي حلوة قوي قوي في الحشوات، خاصة لما بتخش الفرن تتعرض للنار بتفضل كده على حالتها السائلة، غير اما بتحطي قطعة كده من الشوكولاتة الخام بتحجر جوه الحشوة مع دخول الفرن وما بتبقاش سايحة زي الشوكولاتة القابلة للدهن. غطيتها بقى وهسيبها تخمر للمرة التانية في فرن دافي برضو. تعالي بقى اوريكي شكلها بعد ما خمرت تحفة، ولسه طبعا هترتفع اكتر مع دخول الفرن. معايا صفار بيضة حطيت عليه رشة من الفانيليا السائلة هتديني ريحة حلوة قوي، وصفار البيضة هيلمع لي كده خلية النحل ويخلي شكلها من فوق تحفة. ما بتحبيش تحطي بيض خلاص يبقى شوية لبن عليهم معلقة نسكافيه وبرضه هيديكي تغطية ممتازة. دلوقتي بقى رشة من السمسم فوق الوش او شوية من الفرماسيل وهندخلها الفرن. نتكلم بقى بخصوص التسوية، انا بحطها في رف اوسط على درجة حرارة 180. المخبوزات بتحتاج درجة حرارة عالية وما بشغلش الشواية خالص. شوفي بقى جمالها اللهم بارك لما خرجت من الفرن. دلوقتي بقى بنقول على سر صغير قوي عشان المخبوزات بتاعتك تبقى تحفة. اول ما تخرج من الفرن على طول رشيها كده بنسمات من المية، لو عندك بخاخ بختين 3 كده، وبعد كده تغطي عليها وتسيبيها كده ترتاح 10 دقايق وبعدين تقدميها وخدي عندك أطرى وأحلى مخبوزات. دلوقتي بقى قلبتها ومعايا شوية من عسل النحل وهبتدي أدي الوش بتاعها كده وهي سخنة على طول من الجناب ومن فوق، هيديني لون حلو هيديني طعم مسكر. عايزة أقولك كمان لو عندك شوية شربات تقدري تسقيها بالشربات. شايفين يا جماعة الجمال اللهم بارك. ما تزعليش بقى على اللبن الرايب لما يروب منك، اعمليه خلية نحل، اعمليه قرص بالشوكولاتة او سادة، اعمليه جبنة كريمي، كليه لبن رايب، يعني ليه 100 طريقة وطريقة. اتفرجي معايا بقى على التوريقة والطراوة اللهم بارك. بصي عاملة ازاي زبدة في ايدي، الشوكولاتة جوه سايحة تحفة. عايزة اقولك انا ما كترتش السكر قوي في العجينة، كوباية الا ربع كان حلو قوي مع طبعا الشوكولاتة المسكرة. احلى فطار واحلى عشاء. بصي بصي ما شاء الله، شايفين الطبقات؟ قلنا كل أسرار العجينة الناجحة. اللهم بارك تحفة يا جماعة، بإذن الله تجربوها وتعجبكم. في نهاية الفيديو أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، كمان تفعيل جرس الإشارات على علامة الكل، وما تنسيش لايك ومتابعة لصفحة الفيسبوك باسم وصفات ويوميات أم ريانة. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. فضلا ما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك منك، بحبكم في الله. تعليقاتكم الإيجابية بتشجعني كتير. كان معاكم شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.